المنتخب الإماراتي أغلق المساحات. المنتخب الجزائري تعامل بشكل جيد مع إبراهيمي مع بولبينا. تابعنا هدفان ألغيا للمنتخب الجزائري، لكن بشكل عام كيف تابعت الشوط الأول حضور المنتخب الجزائري؟ أظن المنتخب الإماراتي يعرف جيدا المنتخب الجزائري، خاصة في تعامله مع اللاعبين اللي ذكرتهم، ما بينهم إبراهيمي بولبينا. يعرف يعني القوة، نقاط القوة، خاصة في المراوغات في الواحد ضد واحد من إبراهيمي، وأيضا من بولبينا وسرعة بولبينا. والوسط اللي تكلمنا عليه قبل الاستوديو وتكلم عليه إسماعيل، هذا الوسط تحتاج إلى لاعب. بالنسبة للجزائر نحتاج إلى لاعب مثل والناس، لاعب مبدع، لاعب يصنع لك الفارق في أي وقت بترويضة بلمسة بلمستين. وعملية التكتيكية اللي بديناها أو 4-2-3-1 اللي بدينا بها، أظن أنه نحتاج إلى تغيير. ممكن إخراج لاعب من وسط الميدان، يعني 3 لاعبين بنفس المواصفات. نتكلم على الكحل، بنزيه، لأنه بنزيه ليس صانع ألعاب. البنزيه اليوم يرجع كثير لوسط الميدان، ولهذا يأثر على مردود وأداء اللاعب، خاصة في القطرة الأمامية. صحيح فيها رقابة لصيقة على إبراهيمي على بولبينا، ولكن في اللامركزية نحتاج إلى لاعب يدخل للعمق، نحتاج إلى لاعب يمشي في ظهر إبراهيمي، وهذه لم نلاحظها في الشوط الأول. لو كان اليوم في تغيير، أنا بالنسبة لي رأي شخصي، إخراج بنزيه، إدخال آدم والناس على الجهة اليسرى، إبراهيمي يصبح كصانع ألعاب تحت المهاجم بركان، وبولبينا يمشي الجهة اليمنى، لأنه بولبينا عندما يكون الجهة اليسرى يطلب كرات في العمق، يصنع المساحات بطلبه للكرة. تبقى الفرق بينه وبين وسط الميدان هي طلب الكرة والمساحات والمشي. إبراهيمي في ظهر بولبينا، يصبح بولبينا ثاني لاعب هجومي، يعني يلعب مهاجمين 2 في بناء اللعب، وتصبح يعني تلعب على الاطراف 4-2-4. هذه اللي ناقصه، يعني شفناها امام اخر مباراه امام العراق عندما لعب ب10، شفنا هذه الحركات وهذه الجمل التكتيكيه وتحركات ولا مركزيه. ولكن اليوم لا، لان دفاع الامارات متاخر للوراء، لم يترك لك المساحات، يدافع تقريبا ب10 لاعبين. وعندما تلعب يعني امام دفاع متراكم للوراء، الحلول العب على عرض الملعب لايجاد العمق، ولكن لم نجد العمق. وجدنا عرض الملعب الواحد ضد واحد، ولكن لم نجد العمق. فعلا انتظار اللامركزيه في تشكيله مريض وقرها لربما فك